ما هي دي الأكلة اللي لو عملتيها كل يوم ولادك هيتبسطوا منك ومش هتبقى مكلفة وجوزك هيدعيلك. يعني هتحقق لك المعادلة الصعبة: توفير وطعم وقرمشة، وولادك هيحبوها. محدش يقولك عليها لا. تعالي اقولك تعملي ايه. نص كيلو صدور فراخ قطعتها مكعبات، ومعايا شوية دقيق بمية، تقريبا نص كوباية دقيق ونص كوباية مية، ممكن أزيد شوية في المية، ونص كيلو بطاطس سلقتها وهرستها، وشوية كريسبي بانيه كان خشن أنا ضربته في الكبة ونعمته. حطيت بقى الفراخ بتاعتي في الكبة، ضربتها لحد ما اتفرمت، وبعد كده هحط البطاطس تتضرب معاها، وكل ده هيتخلط مع بعضه. أنا مش بحط بصل يا جماعة في الخلطة دي، أنا قبل كده عملتها بالبصل وعملتها من غير بصل وحسيتها من غير بصل أفضل. انتي حابة تحطي بصل ده شيء يرجع لك، بس هي من غير البصل احلى. قلبت بقى الخليط ده مع بعضه كويس قوي في الكبه. لما اندمج مع بعضه خلاص هو كده هيبقى طعم واحد. هحطه بقى في طبق، في شويه بقسماط، معلقه بقسماط كده هحطه في الطبق. ودي خلطه بروست جاهزه من عند العطار، خلطه فراخ بروست. وحطيت كمان معلقتين بقسماط وقلبت ده كويس مع بعض وعجنته كويس قوي. معايا شويه جبنه موتزاريلا في الفريزر وشويه سلامي. عندك ماشي، ما عندكيش مفيش اي مشكله، اعمليه كله بانيه. تعالي بقى اوريكي هنشكله ازاي. هتبداي تاخدي جزء من الخليط بتاع الفراخ ده، هتدهني الاول ايدك زيت وهتاخدي جزء من الخليط وتبداي تعمليه كوره. ده لو انت عايزه تشكليه بالكوردن وتفتحي الكوره كده، بس حاولي ان انت تخلي جدار الكوره كله سمك واحد عشان لما تتقفل ما يطلعش منها جبنه. وحطيت قطعه السلامي وحته الجبنه وهقفل عليها كويس قوي، وتاكدي ان الكوره بتاعتك اتقفلت كويس، وحاولي تخلي ايدك متساويه في الكور اللي انت هتعمليها. ودي تاني واحدة اهيت انا بعملها. لو لقيتي الحيطة بتاعتها فيها تشققات او بتتفتح مفيش مشكلة، انت بس ايه لميها بايدك كده، مش هيحصل اي حاجة. احنا الخليط بتاعنا متماسك ومظبوط جدا. هنبدأ ان احنا نقفلها كويس قوي ونخلص الكمية بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها بالشكل ده. طيب لو عايزين نعملها بانيه هنعمل ايه؟ هناخد جزء من العجين وهنعمله شبه صباع الكفتة كده، وبعدين هنبدأ نبططه من ناحية يبقى عريض ومن ناحية نلمه يبقى رفيع عشان يدينا شكل البانيه اللي الولاد بيحبوه بتاع بره. وبعدين نظبط الحجم بتاعها زي ما احنا عايزين. احنا كده مش محتاجين قطاعه، مش محتاجين اي حاجه، بنعملها بكل سهوله. حاولي بس تخلي ايدك مظبوطه في التقطيعه، ان انت تخليهم كلهم مقاس واحد. طبعا انت يعني مش رايحه تبيعيهم ولا داخله بيهم مسابقه، بس علشان يبقى الشكل في الطبق حلو ولادك ايه يحسوا ان هو حاجه كده جاهزه وقيمه. وصدقيني الوصفه دي هتعجبهم جدا جدا جدا. ظبطي بقى الدنيا. بصي انا نص كيلو بانيه طلع لي ما شاء الله كميه قد ايه، اكلتين من نص كيلو بانيه. اكلتين كل اكله تكفي 5 6 افراد، يعني كل واحد هياخد له قطعتين كده مرتاحين جنب شويه مكرونه او شويه رز بسمتي وحاجه كده قمر مع شويه سلطه، والدنيا بقت تمام. ولو انت عندك ولادك مثلا بيروحوا التدريب او بيروحوا المدرسه بيحتاجوا حاجات زي كده معاهم في اللانش بوكس، هتبقى برده موفره معاكي. نص كيلو بانيه هيديكي كميه محترمه. طبعا انا عامله التقطيعه كبيره مش صغيره، عشان كده بقول لك قطعتين هتبقى تمام قوي. كريسبي البانيه بتاعي ده كان خشن شويه عن كده، وانا طحنته في الكبه قبل ما اطحن قبل ما افرم الفراخ، عشان كده لما جيت افرم الفراخ كان الكبه فيها اثار من طحن الكريسبي، وطلع معايا بالشكل الروعه اللي انت شايفاه ده. بصي هو بيتكلم عن نفسه، تقدري بقى تخزنيه في الفريزر وتقدري تحمريه. انا حمرته بس كان البوب كوردن بدا يبرد، عشان كده الجبنه ما كانش باين مطتها قوي. لكن بصي من جوه لا معجن ولا اي حاجه، وروعه. وادي البانيه حاجه كده خرافيه بجد يا جماعه، وطعمه من جوه محدش هيقدر يكتشف ان هو فيه بطاطس اصلا. ولو انت عندك عزومه وعملتيه كصنف جانبي جنب العزومه هيشرفك. بصي من جوه تحسي ان هو كله فراخ وان هو كله حاجه واحده. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لها شير وتعملي لايك.